السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وبمناسبة عيد الأضحى غادي نقدم لكم واحد الأكلة معروفة في مدينة وجدة، وهي البكبوكة. ما كانش الدار اللي تدخلها نهار العيد في المنطقة الشرقية وما تلقاهاش دايرة هاد الأكلة، ولكن كل واحد وطريقته في الإعداد. أنا على بركة الله غادي نحتاج في الأول الكرشة ديالي اللي قطعتها بعد ما غسلتها مزيان بالملح والخل باش تحيد الزفورية ديالها، وخيطتها كما تلاحظين على شكل شكيرات، وخليت لها واحد الفتحه باش نعمر. عندي الاحشاء ديال الحولي اللي هي عباره على المصارن، الطحال، القلب، كل شيء هادشي سلقته وقطعته مزيان. عندي نص كيلو ديال الرز مغسول مزيان، بصله محكوكه، ربطه مخلطه ما بين قزبر ومعدنوس، مطيشه محكوكه، راس توم محكوك، واحد شويه ديال الحار مقطع بالنسبه اللي كيبغي الحار. عندي نص معلقه نتاع سكينجبير، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، معلقه مع مرش ديال الملح، ومعلقه ديال البزار. بسم الله ابدا. غادي ناخذ هاد الاحشاء ثم نضيف لهم البصله المحكوكه، كذلك مطيشه محكوكه، وضيف القزبر والمعدنوس مقطع، ثوم والحار، الملح، البزار، الكمون، التحميره، وسكينجبير، ثم اضيف الرز ديالي. نخلط هذا الشيء كامل سيداتي مزيان مزيان. غادي نخلط باليد لانه ما كانش ما احسن من اليد باش تعرفي الخليط كي راه داير. بسم الله. نخلطو مزيان هذا الشيء حتى يدخل كلشي ببعضياتو. بعد ما خلطت سيداتي هذا الشيء مزيان، ناخذ واحد الشكيره ديال هذيك الكرشه ديالنا اللي وجدنا قبيله ونعمرو. نعمرو مزيان ثم نخيطها بالخيط، وهكا نعمر كل شيء حتى نكمل ونوريكم كيفيه الطياب ديالها. ثم نبدا نعمر بعد ما ضفت لها شويه نتاع الملون اللي نسيت ما ذكرتلكمش المقادير. هكا ها هي البكبوكه سيداتي بعد ما عمرتها في هاد الشكيرات وخيطتهم كاملين. والان غادي نمشيو ننتقلوا باش نوريكم كيفيه الطياب ديالها. انا هنا غادي ناخذ جوج حبات ديال البكبوكه، واللي بغى يديرها كامله يضاعف المقادير. غادي نتقبوهم مزيان بالموس باش يدخلهم الطياب. ثم ندير نصف كأس ديال الزيت في الكوكوط، نزيد عليه بصله مشلضه، ثم مطيشه محكوكه،
عندي هنايا معلقه ديال القزبر والمعدنوس وجوج فصوص ديال الثوم. عندي نص معلقه ديال الملح، نص معلقه ديال الابزار، نصف معلقه نتاع سكينجبير، نص معلقه ديال الكمون، التحميره والملون. نخلط هاد العناصر مزيان. ثم نحط عليهم هاد البكبوكه ونخلط مزيان سيداتي، وندير هاد التقله. من بعد ما تقلى غادي نمرق بالماء ساخن، ثم نبلع عليها الكوكوط، ومن تنضج غادي نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي سيداتي البكبوكه ديالنا بعد ما وجدات. انا فضلتها غير هكا، والبعض كيفضل اللي يدير فيها الحمص. الا بغيتي ديري فيها الحمص داكشي الاختيار لك. المهم نتمنى تجربوها وبالصحه والراحه.